وينك عضو؟ بجرب كلامك عمي. بدي اسألك تجوزت ولا لساتك عدينك برميل خرا؟ مقبولة منك عمي، بس قربت كتير. يعني امتى؟ مو مطولة عمي، مو مطولة، ان شاء الله بهالكم يوم بدي احلب من فوق ومن تحت واروح اطلب. العقيد رح يطلب لي من بيت ابو حاتم. بيت ابو حاتم فرد ضربة؟ ايه عمي، بيت ابو حاتم، شو مالي معبي عينك يعني؟ مو معبي طي تتعبي عيني. صرت زلمة حتى بدهم يجوزوك؟ بتحب تعجرب؟ الله يخليك بتنفج يا عمي ابو حاتم. الله يحمي لك هالبزاز. يكون خربان. عم نبزع عمي ابو حاتم. ايه فروك الراس منيح بلا معنا. ايه عمي ابو حاتم، ها عم بفرك لك اياها. لينا ابو غالي. الله حي الشباب، ان شاء الله مبسوطين. شو ابو غالي مش شايفك هو؟ انا والله هربت من الحمام تبعي طلع لي واحد هالقده. شو هو هذا هالقده؟ لك صرصور قصدي. الله عليك. ما دريتوا شو صاير بالحارة؟ شو صاير ابو غالي؟ قال شو صاير؟ عبده برميل الخرا صاير زلمه وبده يتجوز بنته لابو حاتم. شو هالكشي هاي؟ لا وخاوه كمان، وهذا الكلام سمعته منه بذات نفسه. هلا عبده برميل خرا بده يتجوز انت لابو حاتم؟ شو هالكشي هاي؟ ايه سيدي ليش مستغرب؟ إيه وليش ما نستغرب؟ العام شلون بدها تزبط؟ عبده بنت ابو حاتم ما في شي بينه وبين العقيده والشاب ما بيجوزوا. ايه وشو دخل عقيدة ابو الشاب بالموضوع؟ اذا عبده هو اللي بده يتجوز بنته. ايه مو العقيده والشاب هو اللي قال له خاوه بجوز لك اياها. يعني انت قصدك انه بده يجوزها لعبده خاوة انه ماسك على ابو حاتم شي ممسك يعني؟ هذا ابو حاتم ما بيسكت لا لعقيد ولا لغيره. شو الكلام هذا؟ والله اذا واحد كان يطلعني على الاسطوح لما كان عمي 10 سنين بعطيه بنتي، ابصر شو في بيناتهم. شي ما سمعت اخر شي شو قال؟ انهم طلعوا على الاسطوح؟ والله هذا الحديث لا بينزل لا ابان ولا ميزان. ابو حاتم ما غيره يطلع. ايه بيطلع سيدي، ليش ما يطلع؟ سيدي انا ودي حد حدا يلزمتي ابدا. خلينا نصطبر ونشوف شو حيصير مع الايام. جوز بنته معناها وشاب شايف المكنه، واذا ما جوز بنته معناها ماله ماسك عليه. بس امن لك اذا جوز معناها بيطلع على السطح معناها خلص يعني. والله واضحه ضروري نحكي انه بيبشي الارانب يعني. لا بدنا نضحك على بعض حاجة بقى. انت تصدق انه ابو حاتم بيجوز بنته لبرميل خرا مو معروف قرعة ابوه منين يا زلمه؟ او شو اخر شي قال بسكنها هون بالحمام؟ وليش يسكنها بالحمام اذا تجوزها؟ ليش هو عنده بيت؟ الكلسوني اللي لابسه مستعيبه من ابو قاسم. ايوه معناها مثل ما قلت يا سيدي صحيح، لو مو ماسك عليه ممسك لابو حاتم كان ما بيجوزوا بنته. ايه والممسك كبير وحياتك عم بقول لك فيها الشغله سطح وما سطح وارانب ونزل على الارض. ايه من هالشغلات يعني. العامة بقلبه بسيطة يا كلاب. هاي اخرتي انا ينحكى علي اني بدي جوز بنتي غصب عني وطالع على السطح مع ابو الشاب. لا ولنك من هيك عم يفرجيني الارانب على السطح يا باطل. هبزلي حبايب القلب، الله يسعد لي اياكم جميعا. كلام طويل شوي بس لازم تسمعوه مشان تعرفوا تتابعوا المحتوى لقدام. هو اللي عم شوف الستوريات بيعرف انا انه عم بلشت سلسله جديده من سلسلات باب الحاره، وهذا اول جزء من السلسله الجديده. طبعا هاي السلسله ما بتخلص حتى ينتهي شي فيديو لكم انه هاي السلسله انتهت رح نفوت بسلسله ثانيه، وكل شي مقاطع دوبلاج بينزل لباب الحاره تابع لهي السلسله. بعد رح تسالوني امتى بدك تنزل الفيديو الثاني. الفيديو الثاني بينزل اذا صار هذا الفيديو 5000 او 4000 لايك. ما فينا ننزل جزء ثاني حتى يصير في عليه تفاعل هذا المقطع. فالله يسعد لي اياكم، لا تنسونا من اللايك، كتبوا لنا تعليقات، تاقي لصاحبك خليه يضحك. وطبعا هذا الشيء ما بيعني انه يضل انزل مقاطع من سلاسل باب الحاره، بجوز انوع بالمحتوى شوي بس كرمال ما تملوا. انا اسف طولت عليكم بالكلام، بس هذا اخر مقطع بحكي فيه كتير. انا كل يوم بطلع بالستوريات وبحكي شو عم يصير معي، وبنزل شغلات كتير حلوه. اللي بحب يروح يشوف الستوريات، ويوميا عم نزل ستوريات، خليكم متابعين الستوريات، وان شاء الله اكون سبب برسمه ضحكه على وجوهكم. والله يسعد لي اياكم جميعا، لا تواخذون على الاطاله وضلكم بخير. سلام زليم.